ليه دايما تلاقي الريل استيت ايجنتس راكبين احدث عربيات وماسكين احدث تليفونات ولابسين براندات غاليه؟ السؤال هو فعلا غني كده ولا في حاجه ورا الموضوع؟ النهارده هنعرف مع بعض ليه معظم الايجنتس في امريكا بيظهروا بالمظاهر دي، وليه ما تفتكرش ان ده دايما دليل انهم مليارديرات. واحد، المظهر مش للمنظره بس. اول نقطه لازم نفهمها، المظهر جزء من الشغل. وكيل العقارات بيبيع الثقه قبل ما يبيع بيت. العميل لو شافه راكب عربيه قديمه او لابس لبس عادي ممكن ما يثقش فيه إنه يدير صفقة بمئات الآلاف. يعني البدلة والعربية والمكتب الشيك دول أدوات تسويق أكتر من كونهم رفاهية. اثنان، السر في الضرائب. طب إزاي يمولوا الحاجات دي؟ هنا يجي دور الخصومات الضريبية. في أمريكا وكيل العقارات مش موظف عادي، هو مقاول مستقل. يعني أي مصاريف ليها علاقة بالشغل ممكن يحطها في خانة مصروفات تجارية ويخصمها من الضرائب. مثال، العربية اللي بيركبها جزء كبير من تكلفتها بنزين، صيانة، حتى استهلاكها يتحسب كمصاريف شغل. المكتب أو حتى جزء من بيته لو مستخدمه كهوم أوفيس. الموبايل، الإنترنت، حتى الوجبات اللي بياكلها مع العملاء، كل ده يقلل دخله الصافي اللي بيتحاسب عليه ضريبة، وبالتالي يخلي المظاهر دي أيسر بالنسبة له. ثلاثة، هل ده معناه إنهم كلهم أغنياء؟ لا، اللي بيحصل إن المظاهر دي بتتغطى جزئيا بالخصومات الضريبية، لكن ده ما يعنيش إن رصيدهم في البنك مليان ملايين. كتير من الوكلاء عندهم دخل متذبذب، سنة يبيعوا كتير وسنة تانية السوق يكسد. المظاهر بتدي انطباع ثابت لكن الحقيقة مختلفة. أربعة، ليه الكلام ده يهمك أنت كمشتري أو بائع؟ عشان ما تفتكرش إن العربية الألماني أو البدلة الإيطالي معناها إن الوكيل أنجح أو أضمن من غيره. اللي يفرق معك فعلا خبرته، صراحته، تقييمات عملائه السابقين، قدرته يحقق لك أفضل سعر. المظاهر جزء من اللعبة بس مش هي الحقيقة كلها. خمسة، الخلاصة. لما تشوف وكيل عقارات بمكتب فخم أو عربية فارهة افتكر المظهر ده جزء من البيزنس. الضرايب بتسمح له يخصم جزء كبير من التكاليف دي. مش دايما معناها انه غني، اوقات كتير معناها انه فاهم ازاي يستفيد من النظام. المهم ليك ما تخدعش بالمظاهر وخلي قرارك مبني على الكفاءة مش شكل العربية. اخلاء مسؤولية. الحلقة دي هدفها التوضيح العام فقط، مش نصيحة ضريبية أو مالية شخصية. اي خصومات او تفاصيل ضريبية بتختلف من حالة للتانية. لو انت مهتم بالموضوع بشكل عملي لازم تسأل محاسب ضرائب مرخص. اكتبوا لنا في التعليقات بتشوفونا منين، ولو في امريكا في اي ولاية. نشوفكم الحلقة الجاية. سلام.